السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشجع الجميل، في البداية خلينا نعزي أنفسنا ونعزي الوسط الرياضي بأكمله في الراحل أحمد رفعت. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته، ويا رب يا رب يصبر أهله ويصبر والدته ويصبر كل محبيه وأحبابه. اللهم أمين اللهم أمين. موضوع أحمد رفعت واللي حصل واللي جرى والمواضيع المشتبكة تماما، خليني اقول لك ونطرح سؤال كده مع بعضينا. وانا يمكن ما كنتش حابب خالص نهائي اتكلم في الموضوع، بس بما اني يعني طالع اتكلم شوية عن مباراة الاهلي وطلائع الجيش فنيا، يعني فما ينفعش ابدا الكلام غير لما اتكلم الكلمة اللي واقفة في زوري بصراحة، الا وهي ان يا جدعان، طب لما انتوا كلكم ابرياء مين السبب؟ يعني مين السبب؟ الاعلام اللي طالع دلوقتي، معلش انا اسف، بيتاجر بالموضوع، بيتاجر بيه حرفيا. دلوقتي الناس اللي كانت بتتهم اللاعب في وقت سابق ايام ما كان هو عايش وموجود، وكانوا بيقولوا علني على الهواء انه في منشطات والكلام ده كله، وكان في تلميح من الكابتن احمد شوبير، وايضا كان في تصريح واضح وصريح لكابتن احمد حسام ميدو. كابتن احمد حسام ميدو اللي طلع بعد كده يعني بفيديو وهو مش لابس هدوم وعمال يتكلم ويزعق ويعمل ويبان كده فيها او عمل فيها الملاك البريء. طب ما انت يا كابتن احمد انت ذات نفسك قلت انه واخد مكملات واخد منشطات. طب يا جدعان فين التناول؟ هل الناس ما ذكرتش زي ما ذكرت شوبير وطلعته على المسرح وقالت واتهمته؟ انا ما بيجي هنا مش ببرر لحد على فكره نهائي، بل بقول ان كله مخطئ، كله على الاطلاق. بس ليه التناول هنا غير التناول هنا؟ نقطه تانية، الكابتن رضا عبد العال، الكابتن رضا عبد العال برضه طالع يعني بزعيق وشخط ونطر، مع ان الكابتن رضا عبد العال من الناس اللي كانوا بيتنمروا على بعض اللعيبه في انتقاد لاذع. كان ممكن التنمر ده من واحد زي حضرتك مشهور ويعني بيتفرج عليه ناس كتير والكلام ده كله، كان لاعب يتاذى نفسيا وممكن يتضر. انت دلوقتي طالع تنصح الناس، طب يا جدعان لما انتوا بتنصحوا امال مين السبب؟ ايضا وكيل اعماله اللي ما ببرروش خالص نهائي، رغم ان هو طلع واتكلم وعمل حلقه. يمكن انا ما فهمتش من وكيل اعماله ايه المشكله الا لما دخلت اطراف اخرى وضحت المشكله، ان كان في مشكله في التجنيد ومش عارف ايه، والمتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه هو طلع لما لمح الموضوع ده واتكلم فيه وكشفوا صراحه، بدأوا هم يتكلموا فيه. فانت اصبحت برضو انت كوكيل برضو داخل الدايره دي، انت برضو كنت فين؟ الاعلام والناس اللي كانوا عارفين الموضوع من البدايه يا جدعان، في ناس اكيد كان في ناس في الوسط الرياضي والاعلامي عارفين، طب ليه ما اتكلمتوش في الموضوع من قبلها؟ ايضا رئيس النادي اللي طالع بيبرر نفسه وبيقول انا ما عملتش وما سويتش طب انت كنت فين برضو وقتها؟ ايضا رئيس النادي الحالي اللي جه بعدها يعني الاستاذ دعبس واللي حصل ولف على القنوات كلها يبرر طب ايه يا جدعان في ايه؟ هو مين المتهم؟ هل هو المتهم احمد رفعت؟ يعني هو اللي سبب نفسه بنفسه؟ يعني هو اللي عمل ده في نفسه ولا ايه يا جدعان؟ يعني برضو قولوا لنا لما انتوا كلكم ابرياء، كلكم غير متهمين، كلكم عايزين تنظفوا الساحه، سواء بقى من الوسط الرياضي في المنظومه الرياضيه او في الاعلام او طب اما انتوا كلكم ابرياء، مين المتهم؟ مين؟ احنا استفدنا ايه في الاخر؟ لازما وزي يعني وخير ما فعل. واتمنى ان يكون ده قرار سريع من وزاره الشباب والرياضه اللي طلع الدكتور اشرف صبحي واتكلم وقال لك ان في تحقيق وهيجري وفي لجنه مشكله وتحقيق عاجل وسريع. اتمنى ان كل الناس تحط لسانها في بقها لحد ما التحقيق ده ينتهي تماما ونشوف بقى مين. واتمنى انه فعلا يطلع المتسبب الرئيسي اسم. احنا لازم نشوف واحد، لازم نشوف شخص او شخصين او ايا كان عددهم وايا كان مراكزهم وايا كان اسمهم، لازم تطلع في الاخر تقول لنا فلان هو اللي تسبب بسبب 1 2 3 4 بس. طيب هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه 1 2 3 4 فقط لا غير. لكن كلنا ابرياء، كلنا بنتهم بعض، وده بيرمي على ده وده يقول لده وده يطلع يتكلم فالتاني يطلع يبرر فالتاني يطلع يدافع، فمش انا ده، لا ده التاني، ده فلان، ده علان، واي حاجه في اي حاجه، ونتهم الناس ان هم بيعملوا تمثيليات ومش عارف ايه. رغم ان انا برضو شايف ان الوكيل بتاعه عليه مسؤوليه، لان بكائه لما طلع يتكلم انا ما ينفعش شك في ذمته.
واطلع اقول اصل بيعيط وبيقول وبيسوي، وابراهيم فايق يمكن عمل اللي عليه، ممكن يكون يعني بكاؤه او عاطفته غلبت، ده طبيعي لانه بني ادم. وفي الاخر انت طالع تشكك في الناس ان هم عملوا تمثيليه، فده مش صح. يعني دي كلها امور مش صحيحه تماما يا جدعان. لما احنا كلنا كده ابرياء، امال مين المتهم؟ هل هو الله يرحمه احمد رفعت؟ ما هي الموضوع مش كده، الموضوع في قهر وفي ظلم، وفي ناس حتى اتكلمت. يمكن كابتن مجدي عبد الغني وكمان طلع قال لك لازم يكون عنده ايمان ومش عارف ايه، واللاعب يستحمل في ضغوطات الله اعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني دايما بيدعي ربنا وبيعوذ ربنا. قهر الرجال يا جماعه، الموضوع صعب ان انت يكون عندك امال وطموحات وحلم بتبنيه مع نفسك ومع عيلتك ومع اسرتك ومع محبينك، تتكلم فيه وفجأة ينهار ده كله فوقك تماما، فبتحس انت بقهر. فالراجل قلبه ما استحملش، يعني قدره في الاخر بس الاسباب اللي توجع، الاسباب اللي تألم، لازما في الاخر على وزير الشباب والرياضة ان يطلع لنا مين هو المدان في الموضوع ويوجهه للعدالة، للتحقيق مع النيابة والكلام ده كله، والقانون ياخد مجراه. اتمنى ان ما نطلعش بقى نرمي على بعض ونرمي تهم على بعض ونقول كاني وماني ومش عارف ايه. وناس يعني سبحان الله. وايضا برضو من ضمن الناس اللي يمكن افتكرتها دلوقتي رئيس النادي الزمالك السابق، اكتر واحد ظلم لعيبه، واكتر واحد خد او يعني عمل عقود للعيبه غير مرضيه ليهم، واشتكوا وعملوا واتذلوا ذله السنين، طالع دلوقتي بيتكلم انه هيجيب حق من مين؟ ما هي كلها خلطبيطه بالسلطه، وكله ايديه مغروزه، ولكن ان الناس تطلع تتهم الناس بدون دليل ملموس، دي يا جدعان مش موضوع سهل، ده موت والعياذ بالله، ده موت. يعني انك تتهم حد انه سبب في جريمه او سبب في قتل او سبب في موت مسلم، فدي شيء يعني كبير عند ربنا. فأتمنى، وده اللي خلى الواحد يتردد أكتر من مرة لما يطلعش يتكلم، مش عشان والله ما أي حاجة غير إن الواحد خايف إنه يطلع بكلمة يقف بيها قدام ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه عليها. خلينا نشوف التحقيق وخلينا نشوف يعني الدنيا واخدانا على فين في الفترة اللي جاية. بس أتمنى إن الموقف ده ما يعديش مرور الكرام، وتحصل تطهير شامل داخل المنظومة الرياضية في كل الأنحاء، يعني في إعلام بقى واتحاد ورابطة ومش عارف إيه وإيه وأندية، كله على بعضه كده يحصل تنقية لهذا الوسط. وربنا يرحمك يا أحمد ويسكنك فسيح جناته ويرزق أهلك وأمك الصبر والسلوان بإذن الله. نيجي بقى نتكلم، مع إن والله الواحد مش قادر إن هو برضه يتكلم عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ولكن خلينا نتكلم في الكورة شوية يمكن ده يصبرنا. النادي الأهلي النهاردة قدام طلائع الجيش، مباراة هي يعتبر تمهيدا للمباراة الأهم للنادي الأهلي في الموسم كله، المباراة اللي هتحدد مصير الدوري من خلالها، ألا وهي مباراة بيراميدز يوم الجمعة الجاية الساعة 7. المباراة النهاردة يعتبر، أنا شفت من تشكيلة مارسيل كولر إنه الراجل بيجرب حاجة أو بيشوف حاجة بالذات في خط الوسط. النهاردة لما يبتدي بشوبير في حراسة المرمى وقدامه ياسر وعبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وفي خط الوسط أكرم توفيق ومروان ومعاهم إمام عاشور، وفي خط الهجوم عبد القادر وطاهر وسام علي راس حربة صريح. فهنا انت حتة خط الوسط دي انا ما كنتش شايف، او التشكيل يمكن التعليقة الوحيدة على التشكيل ان انت ما تبدأش بمروان مع اكرم، خاصة الاتنين ما عندهمش الميزة انه يقفوا على الكورة ويلعبوا او يقوموا بدور صانع الالعاب. امام بيروح وبيطول وبيصنع لك الفارق في الحتة الهجومية، ولكن اللمسة التوزيع المايسترو، انت محتاج واحد يقف على الكورة بتأني ويباصي باصة افضل. ما السنس ده مش عند مروان وعند اكرم بشكل كبير، ولكن ابتدى المباراة وابتدى اللقاء بضغط كبير من النادي الاهلي، عكس الماتش الاول اللي كان الاهلي كسبه 4.
فعلا يمكن الاهلي اول 5 دقائق اول 7 دقائق كان الريتم هادي وبيخش في الجيم واحده واحده، لكن النادي الاهلي الماتش ده او بدايه الشوط الاول كان داخل الماتش ضاغط بنسبه 100% من اول دقيقه. النادي الاهلي نازل وضاغط وعامل ضغط كبير قوي على فريق طلائع الجيش. ويمكن 10 دقائق النادي الاهلي انا قلت هيبقى نفس السيناريو بتاع المباراه الاولى، والنادي الاهلي يقدر يحرز هدف مبكر يريحه ويفك دفاع نادي طلائع الجيش اللي عبد الحميد بسيوني عامل دفاع يمكن افضل من المباراه الاولانيه بمراحل. بعد كده في الدقيقه 11 تقريبا وهجمه مرتده على النادي الاهلي اللي بانت بقى اول هجمه مرتده لفريق الطلائع ان بان ان هو فعلا بقى اسرع، فعلا بقى ايجابي اكتر على مرمى النادي الاهلي في حته الهجمات المرتده والكثافه العدديه اللي بيعملوها في الهجمات المرتده. في الدقيقه 11 زي ما قلت لك هي هجمه مرتده بتروح، ولكن لولا ان الحكم حسب فاول لعبد المنعم كانت في رعونه شويه من عبد المنعم مع مهاجم نادي طلائع الجيش، ما قدرش يقفل بشكل كويس، ولكن لحسن حظه انه خد فاول عشان بعد كده يبان اكتر عيوب دفاع النادي الاهلي ويبان ان فعلا دفاع النادي الاهلي خلال الشوط الاول كان في رعونه، في فرق بين ان انت مستواك مهزوز او مش عارف ايه، لا في رعونه، وده دليل على الثقه الزياده ان انا الفريق ده كسبانه قبل كده 4 وباريحيه ومش عارف ايه وبعمل اللي عايزه، والماتش اللي قبله كسبانه 4 وجاي بقى وريتم عالي والجمهور فرحان بيا والكلام ده كله، فابتدي ان انا في سنه ثقه زياده عن اللزوم فادت الى رعونه من مدافع النادي الاهلي اللي هو عبد المنعم وياسر. عشان بعد كده في الدقيقه 13 انفراد بعد ما اللاعب عدى من عبد المنعم برضه بنفس الطريقه، عدى منه ويعتبر شبه انفراد وقدر شوبير انه ينقذ مرمى النادي الاهلي في الدقيقه 13. كان هدف محقق لنادي طلائع الجيش، لو كان طلائع الجيش قدر انه يجيب الجون ده كان الامور هتصعب عليك، لكنه هيدافع بطريقه اشد من الطريقه اللي هو بيلعب بيها حاليا. بعد كده بدا النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وهجوم النادي الاهلي يستشعر الخطر ويبتدي ان هم يهاجموا ويروحوا اكتر ويكون في شراسه. وفي كوره في الدقيقه 22 لامام عاشور اللي كان ماشي يعتبر بيها على خط المرمى كده او خط الكورنر يعني بتاع منطقه الجزاء وراح بيها. يا عم امام العبها طيب لوسام، كانت لوسام افضل، ولكن الامام لعبها حلو، لعبها بشكل كويس قوي في الضيقه بتاعه حارس المرمى، ولكن حارس المرمى فطل ليها يعني وقدر ان هو يصدها بشكل حلو والكره ملعوبه حلو، ولكن الافضل ان العبها لوسام، كانت هتكون هدف مؤكد لو انا لعبت لوسام، او على الاقل كان هتكون خطر اكتر من الكوره دي. ولكن التمويه هنا كان حتى يمكن ابو تريكه عملها قبل كده في مرمى السودان لو تفتكروا، الحته اللي مشي بيها وقط بيها كده ومشي بيها وموه الجون كده بدماغه قدر انه يحرز جون، ولكن امام عاشور ما عرفش يموه كويس ولكن شاطها حلو، بس كانت هتبقى افضل لو راحت لوسام ابو علي. ويستمر ضغط الاهلي ويستمر لعب طلائع الجيش على الهجمات المرتده، علشان بعد 3 دقائق من الكره بتاعت امام في الدقيقه 25 هجمه حلوه جدا لفريق طلائع الجيش، الكره بتتشاط شوبير يصدها ترد تاني للاعب، بعد كده شوبير يصدها تاني، فايه كوره بروحين شوبير ينقذ هدف تاني كان ممكن يخش مرمى النادي الاهلي. وده يبين لك قد ايه رعونه دفاع النادي الاهلي في الشوط الاول كانت كبيره جدا وكانت ممكن تكلفه كتير قوي، ولكن يقظه شوبير قدرت ان هي تحمي النادي الاهلي، قدرت نطلع الشوط الاول 0-0 بالرغم من ان النادي الاهلي مسيطر، بالرغم من ان النادي الاهلي كوره اكتر وهجماته اكتر على مرمى نادي طلائع الجيش ولكن دون خطوره. ليه؟ خليني اقول لك ان كان في مشكله عند هجوم النادي الاهلي، لان وسام لما كان بيتطرف في احد الاطراف، يعني وسام لو كان بيروح على اليمين او الشمال الجناح ما كانش بيكمل، وهنا كان المفروض طاهر وعبد القادر يشتغلوا كمهاجم وهمي اثناء خروج لوسام ابو علي خارج منطقه الجزاء، المفروض انت تخش تكمل، لان ده اللي حصل الماتش اللي فاتت، وبالفعل كان بيكمل الشحات بشكل كويس جدا وكان بيكمل طاهر احيانا. فاذا ده ما حصلش النهارده في وجود عبد القادر وطاهر، ان هم ما كانوش بيخشوا يكملوا ويملوا الفراغ اللي كان بيسيبه وسام سواء وهو خارج منطقه الجزاء او متطرف في احد الاطراف. فاذا ما كنتش انت مستفاد بالحته الهجوميه دي، بالرغم من تحركات وسام ابو علي اللي كانت جيده جدا ولمسته للكره وكان بيخلق مساحات حلوه قوي للمهاجمين، بدليل ان امام عاشور راح بكوره، كريم فؤاد كان احيانا برضه طلع بكوره. فاذا اللاعب دوت لمسته حلوه وتحركاته بدون كوره كانت ولا اجمل ولا اروع، ولكن هو ما تلاقاش الاجنحه اللي يسند عليها خلال الشوط الاول عشان ينتهي الشوط الاول 0-0 بالرغم من ان النادي الاهلي مسيطر، بالرغم من ان النادي الاهلي راح اكتر من كره، ولكن تخرج النتيجه بالتعادل السلبي عشان يبتدي بقى الشوط الثاني
وتعديل يمكن مارسيل كولر ما بيعملش كده كتير، ومن النوادر يمكن تقريبا في تاريخه مع النادي الاهلي عملها مره ولا اتنين على ما اتذكر، يعني يمكن دي اول مره ما افتكرش انه غير 3 لعيبه بين الشوطين، 3 لعيبه ينزلوا يقلبوا الدنيا، 3 لعيبه. الراجل بقى انا لا خلاص انا مش هستحمل ان الماتش يروح اكتر من كده، انا بفكر برضه في الماتش اللي فات، عفوا في الماتش اللي جاي، فماتش بيراميدز مهم بالنسبه له. فاذا حته نص الملعب دي من وجهه نظري هي كانت تجربه بالنسبه له، لانه اكيد هيلعب بالثلاثي دول في خط الوسط قدام بيراميدز، لان بيراميدز هيشكل عليك هجمات اخطر ومش هيركن للدفاع زي بقيه الفرق، تمام. فبالفعل بدا يغير ونزل الشحات وعمر كمال والسوليه بديلا ليه عبد القادر وهاني ومروان، عشان خاطر ينزل الثلاثي ويغيروا رتم الماتش تماما. وهنا وجود السوليه في خط الوسط بديلا لمروان، ودي النقطه اللي كلمتك عليها في الشوط الاول، ان ما ينفعش الاثنين مروان واكرم في ماتش زي طلائع الجيش. انت محتاج لاعب يكون اجريسيف اكتر على المرمى، يكون الباص بتاعه سليم، السروهات والطوليه بيعملها بشكل جيد جدا، توغله في منطقه جزاء الخصم لازم تكون صحيحه وجيده، والتكمله اللي عملها السوليه فعلا بتنتج في الهدف الاول اللي جه في الدقيقه 50 بعد تصويبه رائعه من امام عاشور تخبط في دفاع فريق الطلائع وتروح لعمرو السوليه اللي على طول في سقف المرمى. الهدف النادي الاهلي الاول اللي يفك الماتش تماما ويفك الشفره بتاعه عبد الحميد بسيوني والتكتلات الدفاعيه، عشان يبتدي نادي طلائع الجيش يروح بالكوره ويبتدي ان هو بقى خلاص انا خسران يا عم، خسران 1 زي 2 زي 3 بقى مش هتفرق بالنسبه له. فبدا يخرج عن منطقته الدفاعيه وبدا يهاجم النادي الاهلي، وبدا النادي الاهلي يستغل المنطقه الخلفيه وخلف دفاع نادي طلائع الجيش والمساحات الخاليه اللي سابها فريق طلائع الجيش بسبب ان هو بدا يهاجم النادي الاهلي. وبعد 7 دقائق من الهدف الاول بيقدر عمر كمال عبد الواحد يعمل باص ولا اجمل ولا اروع، وبيثبت فعلا عمر كمال عبد الواحد كل يوم والتاني انه لاعب كان مهم، ورقه رابحه لنادي الاهلي، ليه المهاجم اللي كان غايب عننا بقاله كتير جدا وبندور عليه بقالنا ياما، وهو اسامه ابو علي اللي بيستلم الكوره بشكل خلاص هو حطه انفراد. يعني لاعب مدافع نادي طلائع الجيش كان كتفه في كتف وسام، اللمسه والتطويله الخفيفه بتاعت اسامه ابو علي دي هي اللي خلته يعتبر منفرد بالمرمى ويشوط الكوره عشان تخبط في ايد الحارس وتخش الهدف الثاني للنادي الاهلي، عشان خاطر الماتش يستريح اكتر والنادي الاهلي ياخد نفسه اكتر ويبتدي ان هو يعمل شغله ويسيطر اكتر، ويبدا فعلا فريق طلائع الجيش يهاجم النادي الاهلي ولكن دون جدوى. وبالفعل دفاع النادي الاهلي في الشوط الثاني مختلف تماما زي ما انتقدته في الشوط الاول، ولكن واضح كده ان مارسيل كولر خدهم دش ما بين الشوطين، ودش كان سخن جدا. عشان كده قدر عبد المنعم وياسر ينزلوا بتركيز اكتر وسيطره اكتر على الكره ومنع هجمات نادي طلائع الجيش بشكل كبير جدا. حتى بعد ما انت تفوقت 2 برضو السيطره والهيمنه ليك، بتعمل كل حاجه، بتسير الامور، وعينك طبعا على الماتش اللي جاي. النادي الاهلي مش عاوز يبذل مجهود اكتر عشان خاطر ماتش بيراميدز لانه مهم جدا وخلاص، خاصه قدامي فريق حتى لما بيروح انا محجمه ومسيطر عليه تماما، فبالنسبه لي هد الريتم، ويبتدي النادي الاهلي يهد الريتم بشكل كبير جدا. وفي الدقيقه 75 اسامه ابو علي بيجيب هدف ثالث للنادي الاهلي، ولكن الفار بيلغيه بعد ما تاكد ان لمست ايد اسامه ابو علي. واسامه ابو علي اللي بيثبت فعلا كل ماده وكل ماتش انه فعلا جدير بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي كان مستنيه بقاله كتير جدا. اسامه ابو علي تحركات هايله جدا، لما بيشتغل محطه بيكون ولا اروع ولا اجمل، الاستلام بتاعه والتسلم للعيبه بشكل جيد جدا، بيفرغ نفسه في مساحات فاضيه بشكل خرافي وشكل فعلا وكواليتي كنا مستنيينه بقالنا كتير. اسامه ابو علي تشكر يا ابني. وبعد كده طبعا في الدقيقه 87 مارسيل كولر بينزل قفشه وبيسحب وسام ابو علي، وهنا رساله لكهربا، يا كهربا ده تاني ماتش على التوالي النادي الاهلي بيلعب بدون بديل لراس الحربه، وده ليك يا ابني، اهدى شويه واصبر شويه وخليك ماشي مع المدرب واتبع تعليماته، مش مشكله. احنا بنتكلم على الضغط النفسي والكلام ده كله، ولكن الكوره حاجه والضغط النفسي اللي خارج الكوره ده حاجه تانية. اما اختيارات المدرب فلازم تستحملها ولازم تصبر عليها. انت كان عندك فرصه كويسه جدا الماتش اللي فات والماتش ده انك تكون على الاقل بديل وتكون جاهز بنسبه كبيره لمباراه بيراميدز، ولكن انت حرمت نفسك وحرمت النادي الاهلي من وجود بديل لراس
راس الحربة خلال المطوشة المتبقية للدوري، وخاصة الماتشين المهمين اللي فاتوا والماتش الأهم اللي جاي. فيا كهربا بالله عليك اهدى شوية وركز أكتر في إنك تتدرب وإنك تسمع كلام المدرب، ويا ابني كل شيء بقدر وكل واحد هياخد نصيبه، وانت اكيد عارف كده. فانت عليك شغل التزام فقط لا غير. في النهايه يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو، ولو مش تابعنا ريت تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.